فيلمنا النهاردة بيبدأ مع هولي البنت الصغيرة اللي بتكون عايشة مع أهلها، لكن بنشوف إن مفيش حد بيديها أي اهتمام ولا حد بيتكلم معاها غير أمها بس اللي بتتكلم معاها، وهي الوحيدة اللي بتعتني بيها. لكن بعد فترة بتموت أم هولي بسبب مرض، وهنا بقى فعلا محدش بيهتم بهولي ولا بيشوفها ولا حتى بيتكلم معاها. وحتى في المدرسة المدرسين مش بيكونوا شايفينها، لا هما ولا زمايلها من الطلبة. الموضوع بيكون غريب جدا، لكننا بنفهم الموضوع ده لما بتتصور هولي مع عيلتها، ولما بنشوف الصورة بتلاقي نفسها مش ظاهرة في الصورة. وهنا بتعرف هولي ان هي مش ظاهرة لأي حد ولا اي حد يقدر يشوفها. وبتعدي الايام وبتكبر هولي وبتعيش في بيت لوحدها، وبتكون خلاص اتعودت على الوحدة. وبتستغل هولي الحالة الغريبة اللي هي فيها، وبتدخل الاماكن اللي بيكون موجود فيها المشاهير وبتصورهم صور الانسان العادي ما يعرفش يصورها، وبتبيع الصور دي للصحافة وبتاخد فلوس مقابل كده. وفي يوم من الأيام بتكون مراقبة واحد من المشاهير في بار، وحارس الأمن بيشوفها وبيروح يمسكها. وهنا هولي بتتنح وبتستغرب جدا من اللي شايفاه ومن ان في حد عارف يشوفها، وبيخرجها الأمن ده بره واللي بيكون اسمه تشين. وبتفضل هولي واقفة مستغربة، ولما بيطلع واحد تاني من الأمن مش بيكون شايفها. وهنا مش بتفهم هولي اللي حصل مع شين وازاي شافها، وبتكون مستغربة. فبتدور هولي على الحارس ده وبتعرف عنه معلومات، وبتعرف انه كان لاعب ملاكمة محترف، وان بسبب الصور اللي هي نشرتها عنه فالصحافة اتقلبت والناس اتقلبت ضده وبقى مجرد امن في بار. فبتروح هولي لحد عنده وبتطلب منه ان هي هتساعده وهتعوضه عن اللي حصل ده. وفعلا بتدور هولي على ملاكم، والملاكم ده بيكون محترف جدا ومشهور. وبتروح للبيت وبيكون هو مش شايفها، وبتبتزه بالمنشطات اللي بياخدها، وبتنظم ليه ماتش معين كمان 6 أسابيع، والماتش ده بيكون مع تشين. وبعد كده بتروح تقول لشين، فبيفرح شين جدا وبيكون مش مصدق نفسه، وبيفضل يتدرب بقوة لحد ما يوم الماتش يجي، وبيقدر شين يحقق المفاجأة ويكسب الملاكم. وبترجع الصحف والمجلات والناس تتكلم عنه، وبياخد شين هولي فوق السطح وبيقعد يتغزل معاها ويتكلم معاها، وبيفضل يتغزل فيها ويعمل معاها العسل بالزبادي. وبعد كده بتدور له هولي على ملاكم تاني علشان تنظم له ماتش معاه، لكن المرة دي الملاكم ما بيكونش ليه اي ملكة لانه مش بيتعاطى منشطات ولا اي حاجة تانية. ولما بتروح تقول لشين بتلاقيه رجع لصاحبته القديمة، فبتسيبه وبتمشي وبتروح تكسر في البيت كله لانها بتكون متعصبة. وبترجع هولي مرة تانية لحياتها المملة في انها تصور المشاهير، والحياة بتكون ملهاش اي قيمة، وبتفضل تصور المشاهير وتفضل تبيع صورهم في المجلات. لحد ما في يوم من الايام هولي بتبص على نفسها في المراية مش بتشوف انعكاسها، ودي بتكون اول مرة لانها دايما بتشوف انعكاسها في المراية. ده كمان هولي لما بتروح لشين في محل عمله وهو بيتدرب بيكون مش شايفها. وهنا بتفقد هولي الرغبة في الحياة، وبتروح تبص على كل افراد عيلتها وبتلاقي كل واحد مبسوط وسعيد. وبتقرر مع نفسها ان هي هتسافر، لكنها قبل ما تسافر بتقرر انها تروح تحضر اخر ماتش لشين. وبيكون في الماتش ده الملاكم التاني ماسك شين وعمال هاتك يا ضرب فيه، لكن هولي ما بتقدرش تشوف شين وهو بيتضرب وما بتستحملش وبتدخله جوه القفص، وبتحاول انها تتكلم معاه وتساعده لكن هو مش بيكون شايفها لحد ما بتمسك هولي ايديه، وهنا بقى بيشوف هولي. والغريب هنا كمان ان حتى الامن بيشوفها والجمهور كله بيشوفها وهي جوه القفص، ولما الامن بيشوفها بياخدها ويطلعها بره القفص. وبعد الماتش بتجري هولي على شين وبتاخده بالحضن، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، دعمكم يهمني علشان استمر وانزل لكم احدث الافلام الرومانسيه اللي بتحبوها. وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي التانية.